عيش زي ما الناس تقدر تقول. ضيوفي الكرام اللي النهارده لبوا الدعوه ونورونا وشرفونا هيتكلموا معانا في شكل العلاقه بين الشرطه والشعب، ازاي يقدر يحصل نوع من انواع المصالحه، هل المصالحه دي قائمه على اساس متبادل بين الطرفين ولا هي شيء واجب ولا بد الالتزام به فقط لا غير. ضيوفنا الكرام اللي نورونا النهارده سياده اللواء اشرف امين الخبير الامني، شكرا لوجود حضرتك معانا، اهلا وسهلا. والاستاذ خالد الكيلاني نائب رئيس تحرير الاهرام، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، منورنا وشرفنا، اهلا وسهلا بحضرتك. بدايه بعد ثوره 25 يناير حصل فجوه شديده جدا وحصل مشكله كبيره جدا بين الشرطه والشعب، وحصل نوع من انواع التقارب بين الشعب والجيش. بدأت بعدها العقلاء ينادوا بوجود مصالحة بين الشعب والشرطة، لأن الجيش مش شغلته إن هو يكون بيحفظ الأمن الداخلي، ولا شغلته إن هو ينزل ينظم مرور، ولا شغلته إنه يقبض على حرامية. ابتدت الناس تتكلم عن المصالحة وابتدت الناس تدعو للمصالحة. لقينا دعوات كتير ولكن لم نلقى أو لم نجد استجابة فعلية في الشارع لفترات طويلة جدا. هل حضرتك شايف إن مؤخرا بدأ يحدث نوع من أنواع المصالحة بين الشرطة والشعب، ولا إلى الآن الناس بتنادي ولا حياة لمن تنادي؟ طيب كويس. أنا أولا يشرفني يتم اللقاء مع سيادتك ومع الأخ العزيز الأستاذ خالد الكيلاني لبحث أمر من الأمور اللي هي أتخيل مطروحة على الساحة بشكل أو آخر، لوجود فجوة بلا شك بين الشرطة وبين الشعب، والفجوة للأسف بتزداد من حين لآخر باتساع أكثر لعدم وجود القدرة السياسية على رأب هذا الصدع وتقليل هذه الفجوة. ادي واحدة. اما سيادتك سردتي جزء احب بس للتنويه اصلاح جزء صغير فيه. فضل. ان طبعا الشرطة في خلال الثورة فهي حصل شرخ بلا شك ما بين الشرطة وبين المجتمع ككل، مؤداه انهيار كامل لجهاز الشرطة، الى ان كان يطلب ان تتعافى الشرطة في اقصر وقت ممكن، لكن للأسف الخيارات اللي كانت مطروحة كانت بتؤدي الى اتساع الفجوة اكثر من انها تقللها. ادي واحدة. الجزء الثاني سيادتك سردتي في كلامك او في اول حديثك ان كان الاتفاق بين الجيش وبين الشعب، رغم ان انا شايف ما كانش بهذا المنطوق او هذا المعنى، بل بالعكس كان كثيرا من الناس اللي هم بيكسروا حاليا مؤسسات الشرطه كانوا بيقولوا يسقط حكم العسكر. ده كان بعد، ارجوك سياده اللواء، ده كان في فتره ما بعد الثوره بفتره. انا اتخيل لكن بدايه لا ننسى هتاف الجيش والشعب بايد واحده. انا بسرد السنتين اللي فاتوا. انا بتحدث عن سنتين مضوا بعد الثوره حتى وقتنا هذا. لكن انا اللي انا شايفه اثناء ما كان الامور كل ما تتقارب كانوا بيطلبوا اسقاط مؤسسات الجيش بطريقه اخرى، وكانوا يتحدثوا لك احنا نتحدث عن المجلس العسكري وليس نتحدث عن القوات المسلحه. نعم. نفس الاليات التي كانت تتم في الوقت السابق تتم في الوقت الحالي، بل انا شايف انه هو الدور قادم على الشرطه، بدليل ان بعض الدور قادم على الشرطه يحصل لها ايه؟ انها تنهار اكثر ما هي منهاره اكثر. ولا يعني انا عايز اقول لسيادتك حاجه. الشرطه تعمل بآلية مفترض الناس تعيها كويس. احنا دخلنا على فتره انتقاليه وحكم لاتجاه معين او تيار معين في وقت تم اختيار رئيس دكتور محمد مرسي. نعم. آليات تنفيذ التعليمات التي تلقى من القيادة السياسية إلى وزير الداخلية إلى الأفراد اللي هم موجودين في الشارع، دي ليها آليات وليها نظم معينة. الشرطة يا سيدتي تعمل في مناخ للأسف في منتهى السوء، بدليل إن احنا في أمور كتيرة جدا نلاقي خلط لبعض الأوراق. مثلا هضرب لك أمثلة. مثلا يوم ما كان في تواجد لبعض المتظاهرين اللي هم عطلوا اعمال المحكمه الدستوريه، تمام، وكان هذا التوقيت في مع السيد الوزير كان احمد جمال. انا متهيألي ان احنا كنا مغلوله ايدينا ان احنا نتعامل مع الناس اللي موجودين،
بدليل بتتكلم احنا كشرطه يعني كشرطه كانت مغلوله ايدينا، ما نقدرش نتعامل او حتى نحاول نبعدهم، رغم ان ده كان بيعطل مؤسسه من مؤسسات القضاء ولها يعني كل الاحترام، اكبر مؤسسه ولكن انا بودي لك مثال علشان بس تصل هذه المعلومه لدى المواطن يبقى عارف ايه اللي انا بقوله. طيب احنا المشهد الاخراني علشان ننتقل سريعا للعلاقه بين المواطن وبين الشرطه. في مقر موجود في المقطم. نعم. المقر ده موجود فيه مين؟ المرشد العام للإخوان المسلمين. نعم. بآلياتنا بتفكيرنا البسيط، الإخوان دول أو المقر ده يتبع لمين؟ للإخوان. والقيادة السياسية تتبع لأنهي فكر؟ للإخوان. إذا التعليمات التي تلقى لدى وزارة الداخلية معناها إيه؟ بالبلدي كده معناها إيه؟ احموا المكان ده. فتنطلق الشرطة لتؤدي عملها بناء على تعليمات مكلفين بيها. احنا يا سيدتي جهة نظامية مدنية مش عشوائية، فبيتقال ان احنا نأمن المقر وده شيء طبيعي جدا. طب ما تقولي لي مثلا طب ما تأمنوش بيتنا احنا ليه او منزلك ليه؟ اشمعنى بيتأمن مكان رغم ان الجميع يعلم وعلى علم ان دي اصلا هذا المقر جماعة محظورة، يعني قانونيتها لسه حتى لم توفق حتى وقتنا هذا. فنيجي نلقي اللوم على الشرطة لان هي اداة من الادوات التي تستخدم في الوقت الحالي لقمع اي تظاهر يقترب من مكان او ايا كان هذا المكان، مؤسسة، مبنى، شارع، عمارة، بيت، عربية. نعم. تمام. ده دور بتكلف بيه. انا يمكن المعالجة التي تمت في الوقت الاخراني ده ما كانتش تعجبني قوي، عشان برضو نقرب الوجهات يبقى متفقين وماشيين على سكيل واحد. ليه؟ انا شايف ان في طرفين متنازعين، طرف كان مع جماعة الاخوان والطرف الاخر النشطاء اللي هم كانوا بيرسموا بعض الرسومات الجرافيك والكلام ده. تواجد الشرطة في هذا الوقت يمكن كان شبه منعدم، كان موجود بس شبه لم يظهر على المشهد اطلاقا يعني. طيب بعد كده توالت الاحداث ادى الى ان يبقى في مواجهه كامله ما بين الشرطه وبين المتظاهرين الرافضين او الناقمين على الافعال التي تمت قبلها بيوم وادت الى ضرب سيده، ومشهد طبعا هزلي جدا جدا لا يرتقي لدرجه الرجوله ولا درجه الدين ولا درجه الجدعنه اللي احنا نعرفها على اهل مصر. الشرطه بقى. فبالتالي اقحمت الشرطه دون اي مبرر. ليه؟ احنا دايما بنشوف المشهد مجزأ او جزء صغير. لما نيجي نعمل سبوت على الشرطه في الوقت ده بنجد ان الشرطه انفعالها نتخيل غير مبرر، لكن هو ليه اصلا يعني مساحه قبل كده. الشرطه حاولت انها تفرق بين الطرفين وحاولت بطريقه او اخرى انها تبعد المتظاهرين عن الطرف الاخر اللي هو كان بيقوم بحراسه المقر بتاع الاخوان، وبالتالي حصل تصادم بعد كده بين الشرطه إذا الشرطه في من وجهه نظر حضرتك ان في هذه في هذا الموقف الشرطه هي مفعول به وليست فاعل في هذا الموقف. طبعا. طيب استاذ خالد، يعني راينا بالامس الشرطه موجوده عند المقطم ولم نجدها عندما حصل نوع من انواع التظاهرات عند حزب الوفد مثلا او عند جريده الوطن. يعني بما ان وظيفه الشرطه هي حمايه المقرات، كانت الشرطة غير متواجدة بما يكفي عند المحكمة الدستورية العليا أو عند مقرات الأحزاب المختلفة. هل ده ممكن يدي الشعب إيحاء بأن الشرطة قد تكون لها توجه معين أو يتم التعامل معها على أنها أداة لخدمة توجه معين؟ طب بس اسمحي لي بس قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك فضل. يعني عطفا على كلام سيادة اللواء أشرف. اتفضل. أنا طبعا متفق معاه في تقريبا في كل ما ذكره، ولكن الأول نرجع للخلفيات. يعني لماذا أصبحت الشرطة في هذا الموقف الذي لا تحسد عليه؟ لو أشرف بيقول أنه من بعد ثورة 25 يناير حصلت فجوة وصدع ما بين الشرطة والشعب. الحقيقة هو المسألة لها جذور تاريخية.
الشرطه تقريبا من قبل الثوره بحوالي 40 سنه اتحطت في مواجهه، او خلينا نقول حاجه و30 سنه، حتى من قبل حكم الرئيس المخلوع اتحطت في مواجهه مع الشعب غير مبرره وغير موضوعيه وغير عاقله، بمعنى انه انتزع منها الدور الاساسي اللي هو حمايه الاشخاص والممتلكات، واسند اليها ادوار سياسيه ورياضيه وفنيه وصحفيه حتى واعلاميه لا علاقه لها بها، بمعنى انه كل مشكله كانت تقع فيها الدوله او يقع فيها النظام السياسي، عشان تبقى الامور واضحه اكتر، كانت تضع الشرطه في مواجهه نعم. الناس. فتبقى الشرطه في الحاله دي مطلوب منها انها تسكت اصوات الناس، انها تقمع المعارضين، تقمع حتى مش المعارضين، حتى احيانا يعني انتخابات النوادي، انتخابات النقابات، اعتصام في شركه، اضراب في مصنع، زحمه مرور. كل ده كان مرحله ما قبل الثوره، والناس اتعشمت في وجه الله خير انه بعد الثوره الموضوع يبقى مختلف. اضفي الى ذلك انه قلنا بدايه جديده. انا اضفي الى ذلك انه يعني ضابط الشرطه عاش 30 سنه تقريبا، وسيادة لو كان مساعد اول وزير الداخليه ويعلم هذا الكلام، تقريبا ممكن يكون هو نفسه من ساعه ما اتخرج لحد ما احيل التقاعد عاش في ظل عدم وجود قانون، غيبه القانون، بما يسمى بحاله الطوارئ اللي لها قانون خاص بيضع سلطات او يبسط يد رجل الشرطه تجاه المواطن. كل ده هو عمل الفجوه ما بين رجل الشرطه والمواطن، وادى الى سقوط الشرطه يوم 28 يناير 2011. نعم. طيب احنا عشان نعمل رأب للصدع ونزيل هذه الفجوه وتعود الشرطه كما كانت، انا ضد مبدا يعني او لفظ المصالحه، لانه مفيش خصومه عشان يبقى في مصالحه، لانه هذه الشرطه هي من ابناء هذا الوطن يعني، وهي دورها خدمه هذا المواطن، لان بتاخد رواتبها ونفقاتها من الضرائب اللي بيدفعها المواطن، فهي مفيش خصومه ولا هي جايه من دوله اخرى يعني. فكلمه المصالحه انا رايي انها كلمه تسميها ايه؟ اعاده الثقه؟ لا انا يمكن انا كتبت في هذا الموضوع كثيرا، ويعني كان ليا في السابق في 2011 دراسه عن هذه المشكله، يعني انا سميتها اعاده البناء، لانه انا اكتشفت انه عقيده الشرطه هي المشكله، مش الرجل الشرطه، مش الاشخاص، السيستم هو المشكله. عقيده رجل الشرطه التي بنيت على مدار 30 عاما هي انه يحمي النظام لا يحمي الوطن، وأنه ضد المواطن وليس في خدمة القانون أو في خدمة المواطن. يجب أن تبنى عقيدة جديدة لرجل الشرطة أن ولائك الوحيد هو للدستور والقانون، لا للمؤسسات ولا للأشخاص. طب احنا عندنا دلوقتي غياب لدولة القانون أدى لوجود انفلات أمني شديد. هقول لحضرتك جه منين ده. فالأول يعني اللي قاله سيادة اللواء أشرف إنه ليه الشرطة صحيح بتحمي مقر الإخوان في المقطم؟ ليه؟ ده سؤال غريب جدا، لا معنى له ولا يجب ان احنا حتى كنا نساله، لسبب بسيط جدا، انه هذه الجماعه طبقا للقانون ما زالت حتى الان جماعه محظوره. بلاش يا ستي جماعه محظوره، هي ليست يعني مقننه او تعمل طبقا للقانون. الشيء الطبيعي جدا انه اولا انه لما يتم اعتداء على يعني الشرطه تحمي جميع الممتلكات والمقار، سواء العامه او الشخصيه او الاهليه. ممنوع طبعا حد، بس هو في الحقيقه ممنوع حد يعتدي على ممتلكات حد. في الحقيقه ما حدش اعتدى، الناس راحت في الشارع عشان تعمل جرافيتي وطلعوا من المقر، الحرس بتوع المقر ضربوا الناس. الشيء الطبيعي ان كانت الشرطه تتدخل لو في خطا، الحرس بيرفع سماعه تليفون، يا جماعه الحقونا احنا حرس جماعه الاخوان او المقر الفلاني او البيت الفلاني او العماره الفلانيه في حد بيهجم علينا. تيجي النجده او تيجي الشرطه هي اللي تحمي المقر، مش الاشخاص، والا نبقى الغابه دي مش دوله قانون. نعم. نمره 2 انه كان يجب ان يتوجه ضابط حتى برتبه ملازم من قسم شرطه المقطم يقول لهم يا جماعه انتوا مين؟ انتوا قاعدين هنا ليه؟ انتوا جمعيه اهليه؟ طب فين الترخيص بتاعكم؟ يقول لمين انتوا مين؟ الجماعه هذا المبنى الضخم الفخم الموجود في المقطم، انتوا مين؟ يعني ده سؤال انا بساله لنفسي، واي حد رجل قانون او له علاقه بالقانون في هذا البلد بيسال نفسه، انتوا مين؟ انتوا جمعيه اهليه منظمه مجتمع مدني فين او جمعيه خيريه فين الترخيص؟ ده كل جمعيه خيريه بتكتب على بيافطه كبيره كده على الباب مرخصه تحت ترخيص رقم مش عارف كذا لسنه كذا. لا مش جمعيه خيريه. طب انتوا حزب سياسي؟
ما انتوش يعني كثيرين طلبوا بتقنين الاوضاع. اكمل بس. اسمح لي هرجع لحضرتك بعد ما ناخد التليفون، بس هرجع لحضرتك. ما ردتش على سؤالي. هرجع لحضرتك بس عشان معانا اتصال. انا هعيده على حضرتك. السؤال كده. هعيده على حضرتك استاذ خالد. مقدم محمد سيد ضابط شرطه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم. اتفضل يا فندم بمداخلتك، اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك وضيوفك الكرام الموجودين معانا في الاستوديو. شكرا ليك. انا عايز اتكلم في جزئيه صغيره بعد اذن حضرتك، ويمكن اشرف هيبقى حديثها اكتر يعني استاذ خالد. ان احنا كنا في الفتره اللي قبل كده او بنتدخل فيما لا يعنينا في كل حاجه، كنا احنا بنتصدر في اي موقف بيحصل بتقحمه يعني بالنسبه للدوله. اي قرار كانت بتاخده الحكومه في اي حاجه كنا احنا اللي بنشيل مسؤوليه تنفيذه ومتابعته وكل حاجه، يعني في حاجات احنا ما كانش المفروض ان احنا نقدر فيها. ولاحظت تفتكر انفلونزا الطيور كنا احنا اللي بننزل الحملات وبرضه انفلونزا الخنازير، كل دي حاجات المفروض ان انت تبقى مسؤوليه جهات مدنيه اخرى. نعم. وده كان طبعا بيسبب نوع من انواع الاحتقان ما بيننا وبين الشعب، لان انا اللي بنزل، انا اللي بعمل ازاله، انا اللي بجيل العشش بتاعه الطيور ديت، انا اللي كنت بعمل مزارع الخنازير ديت، فده كان بيسبب نوع احتقان ما بيننا. احنا دي مش شغلانه. انا شايف ان احنا في الفتره اللي جايه دي المفروض ان احنا نبتعد عن المواجهات ديت مع الناس خالص، بحيث ان الناس تبتدي تفك الاحتقان ما بيننا. انا ليا شغلي، انا يبقى ليا شغل المحقق كمرور، كضابط بحث جنائي، كشرطه بشغلها المعهود ليها. لكن انا بتحمل حاجات مش بتاعتي، وبالتالي الناس بتحتقن مني انا، ما بتحتقنش من حد تاني. الكلام ده احنا قلناه كتير، وقلنا حتى لسياده الوزير في اجتماعنا معاه. لكن احنا شايفين وكلنا برضو بنحمل على الضباط وعلى الافراد. حضرتك احنا مش من بره، احنا مش من لا جدال طبعا. احنا منكم طبعا. كلنا واحد، كلنا نفسيتنا، كلنا بيوتنا، كلنا شغلنا اصلا من زمان كنا بنبقى نازلين من بيوتنا مش عارفين احنا راجعين ولا مش راجعين. انا اسف يعني شغلنا بيتحمل نسبه مخاطر. لازم انا على الاقل ابقى مستريح عشان اعرف اشتغل، عشان اعرف ادي، اكيد، عشان المواطن يعرف ياخد حقه مني. لكن انا فاقد الشيء لا يعطيه حضرتك. فانا يعني عايز اتمنى يعني ان في الفتره اللي جايه دي يتكون زي اقول عليه ايه، يعني مش عايز اقول ائتلاف بقى والكلام اللي الواحد سمعه في الفترات الاخيره ديت. عايز يبقى حاجه ليها سلطه، ولا تكن حتى وزاره تنزل تحل المشاكل دي. يعني النهارده مشكله زي اللي عند مقر جماعه الاخوان المسلمين، انا اقدر حكمه ما اعملش مقر. انا لو ما اعملش مقر هبقى متخاذل، وده المفروض ان ده شغل. لما اجي امن المقر واواجه ناس جايه بتحدف عليا طوب وهدخل في مشكله، فلا، لازم يبقى في قوه اخرى غيرنا مدنيه تربط ما بيني وما بينهم، تنزل تقف في وسطنا. مش القصد انها تقف في وسطنا يعني تقف تحجز، يعني بس القصد انها فاهم حضرتك تمتص الناس ديت وتقول لهم يا جماعه اللوائح بتقول كذا والقانون بيقول كذا وانتوا المفروض تلتزموا بكذا، والناس دي المفروض ان هي يبقى ليهم كلمه ويستجاب لكلمتهم. لكن اللي احنا شايفينه دلوقتي ان احنا بنرجع تاني زي الاول بالظبط. القرارات الحكوميه اللي بتتاخد الناس برضو بترجع تتضايق منها. طب سياده المقدم، يعني الوضع السيء اللي كان الله في عونكم فيه، هل ده سببه غياب القانون وغياب دوله القانون؟ يعني هل انتم تستطيعون تنفيذ القانون ولا الموضوع خارج عن السيطره؟ لا الموضوع مستحيل. لا هو طبعا هو يعني ان احنا كلمه نقول ان هو خارج عن السيطره ديت صعبه جدا. احنا نفسنا ما نرضاش على نفسنا. انا النهارده انا اسف، المواطن العادي ممكن يشوف واحد بيتسرق ويسكت. انا النهارده لو مروح بيتي في وقت الراحه بتاعتي وشفت مواطن بيتسرق فانا هتدخل، صح؟ اكيد المفروض. طيب دي اكتر حاجه تدل على اننا مش هنسيب شغلنا، مش هنسيب الناس تعيش بهذا الشكل. لكن احنا الوضع هيك اختلف. زمان كانت القوه اللي كانت موجوده والهيبه اللي كانت موجوده للشرطه كانت بتدي السيطره اكتر، بمعنى ان انا فرد اقدر اسيطر على مكان فيه اعداد كتيره وفيه نوعيات كتير بفضل القوه اللي كانت مديهاني وضعي. النهارده الهيبه والقوه دي مش متواجدين، فبالتالي ال10 افراد ما بقوش يقدروا يغطوا نفس المكان
اللي كان بيتغطى في فرد واحد. وصلت الفكره يا سياده المقدم محمد السيد، شكرا لمداخله حضرتك الكريمه، وربنا يحفظكم زي ما انت كنت بتقول، انتوا فعلا ممكن تنزلوا ما ترجعوش تاني، فربنا يحفظكم ويحفظ كل المصريين. انا قطعت حضرتك استاذ خالد، اتفضل حضرتك. بصراحه الكلام اللي قاله المقدم محمد السيد كلام في محله تماما، وانا متفق معاه تماما. واقحام الشرطه في ادوار كثيره جدا ليست من المفروض ان تقحم فيها، هو ده اللي ادى الى انه تصبح الشرطه جانيه في الوقت اللي هي مجني عليها. يعني هي كانت جانيه ومجني عليها في نفس الوقت. لما انا احطها في كل هذه الادوار، اضيف الى ذلك انه انا بشغل الشرطه بالمرور والاحوال المدنيه وتصاريح العمل والسجل المدني والدفاع المدني والمطافي وما اعرفش وحاجات كتيره جدا لا علاقه لها. ده غير جانب اخر ومهم هو الامن السياسي. مسائل لا علاقه للشرطه بها اطلاقا. لو انا فككت الاجهزه دي من الشرطه واديت المرور للمحافظات والسجل المدني اللي مش عارف لوزاره التنميه الاداريه والجوازات للخارجيه والدفاع المدني ولا المطافي للمحافظ وهكذا، هتتفرغ الشرطه لدورها الاساسي وهو تطبيق القانون وحمايه الاشخاص والممتلكات. فهو ده السبب اللي احنا مفروض ان احنا بغايب عن الكل خالص، ان احنا عشان نرجع الثقه في الشرطه مره اخرى وعشان تعود لممارسه دورها، لان احنا لا يمكن في دوله في العالم تعيش بلا شرطه، لا يمكن في دوله يتحقق فيها الامن بدون وجود رجل شرطه. أكيد. عشان تعمل ده لازم انت تصححي المنظومه، تصححي السيستم نفسه، تصححي العقيده اللي بيقوم عليها جهاز الشرطه. ما ينفعش انه الوزير ولا الغفير ياخد اوامره من مسؤول سياسي في الدوله، هو ياخد اوامره من حاجه واحده بس، من القانون. زي بالظبط لما انا كنت برفض دايما كلمه هيبه رجل الشرطه، لانه الهيبه للقانون، هو هيبته تخرج من انه ينفذ القانون، مش من انه هو اكمل. بس مساله انه ليه الناس الان بتجترئ على القانون؟ طيب. لانه الناس شافت انه سريعا ارجوك الكلام اللي قاله اللي هو اشرف من شويه، الكلام انه تحاصر انه يتم محاصره اكبر صرح قضائي في مصر وواحد من اهم الصروح القضائيه في العالم. دي جريمه، وحتى في الدستور جريمه لا تسقط بالتقادم. انك تعطلي دور العداله ده جريمه لا تسقط بالتقادم. وطبعا هذا الكلام الذي الغث الذي كان يقال عن مقابله محاصره الاتحاديه بمحاصره المحكمه الدستوريه هذا هراء، لانه انا بحاصر قصر الرئيس لانه انا الرئيس هو الذي يحكمني، فانا بعترض على قرارات الرئيس. انما انا ليس من حقي ان اعترض على حكم المحكمه بهذه الطريقه، وليس من حقي ان اعطل المحكمه، لكن من حقي وواجبي ان احاصر قصر الرئاسه لانه هذا الذي انتخب لكي يحكم. لكن انا ما انتخبتش لا قضاة المحكمه الدستوريه عشان احاصرهم، ولا انتخبت المذيعين عشان اروح احاصر مدينه الانتاج الاعلامي. هذا الكلام الغث كان هراء، وكان يعني لا يجب ان يقال ويتكرر لشهور طويله جدا. فالذي بدأ بالدوس على القانون هو السلطه الحاكمه والنظام في هذا البلد، عندما داست بالاحذيه على القانون واصدرت اعلانات دستوريه يعني تحصنها من كل يعني مساءله، وتجعل من كلام وقرارات الرئيس وكأنها حق إلهي وكأنها قرآن. فبدأ الناس يستهترون بالقانون ويدوسون بالقانون كما داس. طيب. يعني إذا كان رب البيت بالدف ضارب. وتوجهنا لحضرتك سيادة اللواء، يعني الناس فعلا تلاقي في الشارع نوع من أنواع الاستهتار بالقانون وبتطبيق القانون، وعندهم قناعة إنه ما هي الدنيا هايصة ومحدش هيوقع علينا أي نوع من أنواع العقوبة. هل في ناس متعمدة إنها تروج لفكرة الانفلات الأمني والأخلاقي ده بحيث إن جهاز الشرطة ما يقوملوش قومة والناس بتستفيد من الهوجة اللي موجودة دي؟ يعني في ناس مستفيدة وبشدة غير بقى اللصوص والحرامية يعني من الانفلات اللي موجود ده. في ناس بتعزز ده وبتعمل على نشر الانفلات أكتر وأكتر. طيب دعيني اتحدث باختصار، لان اعتقد الوقت خلاص يمكن استاذ خالد خد معظم الوقت، ودي مش قضيه. طبعا انا يسعدني ان هو يتحدث عن الشرطه اكتر مني، ولكن انا بس عايز اسرد في اختصار شديد جدا بعض الامور التي طرحت اثناء حديث سيادته او اثناء حديث سيادتك بالنسبه للجهاز الامن.
اولا اهل مكه ادرى بشعابها، تمام. فانا مفترض ان انا اعلم تمام العلم العقيده التي تتغير او لا تتغير، والمنهاج اللي كانت تسير به الشرطه خلال الفتره السابقه ما قبل الثوره الى انها وصلت الحال في الوقت الحالي الى عقيده مختلفه، واحنا طبعا كلنا مشاهدين. لكن هي مش القضيه كده يا سيدتي. تدار الدوله في الوقت الحالي وما يسبقها بعده سنوات بالامن، وده اخطر ما يمكن. ما في دوله في دول العالم قاطبه اديرت بالامن الا انها فشلت وسقطت في الهاويه. كويس. ليه؟ الامن دي اداره الفاشل يدير بالمواجهه الامنيه، لانه ما عندوش اي حلول سياسيه. تعريف السياسه ايه؟ فن الممكن. اذا الموجات التي تتلاحق على الشرطه من ارتفاعات لابد وجهها الاول سياسيا حتى تنتهي الى الشرطه في مواجهه ضيقه جدا بحيث انها لا تتسع الفجوه. ادي واحد. اما الجزء الثاني اللي هو اتساع الفجوه بين الشعب وبين بين الشرطه، فاحنا عايزين نقول حاجه ونوجهها بعد اذنكم وننصت لهذا المعنى. ارجو ان ننصت، وبوجه انا كلامي للشعب، ننصت لهذا المعنى. ارجوكم لا تنجرفوا الى البديل. ليه؟ البديل في منتهى السوء، البديل للداخلية في منتهى السوء، وبكررها تاني، البديل للشرطة سيء جدا، ايا كان لجان شعبية، ايا كان شركات، ايا كان ميليشيات، ايا كان مرتزقة مستوردين من الخارج. انا بتكلم مرفوض يا فندم. ده اللي عمل حرب اهليه يعني. سيادتك بتقولي مرفوض، لكن في سياق حديث سيادتك انا بقول انا عايز الم الفجوه، فبوجه كلامي مره اخرى للشعب والمواطن. الشرطه يا سيدي القاسم المشترك في جميع مجالات حياتك كلها. لو انت جيت من الخارج هتقابل ضابط شرطه في المطار. اتخيل حد يقول لي دلوقتي ان ضابط الشرطه المطار بيقصر في عمله؟ يقول لي. ادي واحده. يطلع من المطار يواجه حتى لاستخراج الباسبور او البطاقه الشخصيه، حد قصر في هذه الاتجاهات؟ هل هتبدلها بميليشيات برضو؟ اذا المحصله النهائيه وهو مين اللي هيوافق على وجود ميليشيات يا سياده اللواء في الاساس؟ ما انا بقول لان احنا لا ننجرف. من قد يقبل بهذا؟ هذه دوله في نيه لاخسار الشرطه واخصاء الشرطه من المشهد لوجود البديل. يا سيدتي انا مع احترامي الشديد، سياده اللواء معلش هقطعك، دي دوله ولا مش دوله؟ دولة ايه؟ اللي احنا فيها دي مش المفروض دي دولة؟ دي دولة. لا مش ولا يوجد دولة قائمة على ميليشيات. يا سيدي مقومات الدولة غير موجودة حاليا. ليس خلينا نتكلم كلام عقلاني ونبقى متجردين. مقومات الدولة في هذا الوقت غير موجودة. يا سيدتي الآن عندك مشكلة كبيرة عند الأنفاق من القوات المسلحة. بعض المرددين ضد القوات المسلحة. أين الدولة من هذا الكلام؟ لكن خلينا في سياق حديثنا بعد إذن سيادتك حتى لا نخرج عن الإطار بتاع اللي احنا بنقوله. أنا بقول حاجة واحدة، الشرطة لو أخطأت مش معناها إطلاقا إن أنا أزود درجات الارتفاع. وحتى كان مع الأستاذ خالد بيقول إعادة بناء الشرطة. أنا آسف يا سيدي، الشرطة عندها من آلياتها وقدرتها انها تلفظ العناصر الفاسده من داخلها. فدعينا ان احنا نتحدث انا اقصد بناء العقيده مش الاشخاص. بعدين سيادتك العقيده تختلف حسب الموقف اللي موجود. انا بعدين سيادتك لو انا والدي متشدد مثلا هبقى متشدد. لو والدي اصلا سيادتك قلتها حتى اذا كان رب البيت بالدف ضاربني، قلتها بلسانك. اذا عقيدتي تتولد وتوجد في اثناء السياق، اثناء مرورنا ببعض الازمات. لكن عايز اقول لسيادتك حاجه، الشرطه وانت الحمايه المدنيه مثلا، المطافي، اطلبي المطاف في اي وقت هتلاقيها بسرعه وصلت لك. اذا مؤسسات الشرطه الداخليه واداراتها تعمل بمنتهى الجد والنشاط، حتى الامن الجنائي. لكن عايزين نقول حاجه للانصاف. اتفضل. حجم الانفلات وحجم الخروج على الشرعيه بقى في منتهى الخطوره. عارفه ليه؟ لغياب القانون بقى. من الذي يقوم احنا كده متفقين انتم الاثنين كده. من الذي يقوم بتفعيل القانون؟ من هذا اللي عنده الرغبه لتفعيل القانون؟ اوعى تفتكر الشرطه. لا طبعا. انت عايز اقول لك حاجه، جميع مؤسسات، انا مش عايز حد يزعل مني، المؤسسه الوحيده التي تعمل بمنتهى
الجد وعندها قدرات واليات وعندها رجوله في عملها، وانا بقولها واجري على الله مش بدافع عنهم، هي الشرطه. بس احنا في حاله للاسف، في حاله تغييب للعقل، في حاله ان احنا نعمل سبوت على مخالفات. انا مؤكد وبؤيد، انا ما كنتش عايز ادافع النهارده على الشرطه بعد المنظر اللي شفته اول امبارح، لكن للامانه البديل في منتهى السوء. يلا نتفق كلنا مع بعض، نحاول بقدر الامكان ان احنا نعيد الصياغه ونتماسك مع بعض علشان لا نسقط مؤسسه مثل مؤسسه الشرطه او حتى نهينها، لان انا اعلم لا ما حدش ابدا على الاطلاق موافق على فكره الاهانه، والصغير والكبير، وعارف ان هم عندهم رساله وهينفذوها. هم هيحموا البلد وانا براهن عليهم، وعارف ان الشرطه ان شاء الله باذن الله لن تترك الشارع في اي وقت من الاوقات. دكتور ايهاب يوسف، امين عام جمعيه الشرطه والشعب لمصر، اهلا وسهلا بك يا دكتور. مساء الخير يا فندم. مساء النور بحضرتك. دكتور ايهاب، يعني دلوقتي اختلفت المسميات ما بين اعاده الثقه او اعاده البناء او رأب الصدع، يعني اسماء كثيره ومسميات كثيره، ولكن المطلوب واحد، ان تبقى في علاقه طيبه بين الشرطه والشعب في هذه المرحله. هل ده هيحصل ولا بنكلم نفسنا؟ تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام، وانا شايف ان ده الامل الوحيد، وكنا بنتكلم كلنا في مصر من 25 يناير ان احنا محتاجين الشرطه تعود بقوه بمنهج وفكر جديد حتى نستطيع ان نحقق ما نتمناه من الثوره. ولكن للاسف ما زال حتى الان يتم اقحام وزاره الداخليه والعاملين فيها بالرغم من التضحيات اللي فيها في السياسه. وده يمكن اللي خلى الضباط والافراد يقفوا الفتره الاخرانيه ويقولوا محتاجين نشتغل بما يرضي الشعب المصري ويحقق تطلعاته، وفي نفس الوقت محتاجين نبعد عن السياسه على اكثر ما يكون. بلا شك ان المعادله الامنيه اللي كانت قبل الثوره مش هتحقق الامن في المرحله اللي جايه، فاحنا محتاجين منظور جديد للامن، ومحتاجين نخرج بوزاره الداخليه بره المفهوم السياسي خالص. ازاي يتم ابعاد جهاز الشرطه عن الانخراط في العمل السياسي دكتور ايهاب؟ عشان ده يتحقق لازم يبقى في عندنا مبدا واحد، وهو انفاذ القانون على الجميع. ايا كان اللي هيخطئ لازم ناخد معاه الاجراء القانوني بالطريقه القانونيه بما يحققه الانسان. يبقى احنا في الحاله دي سواء اخطا تبع الحزب الحاكم او بيعارض الحزب الحاكم او تبع تيار الشر، هيتم تنفيذ القانون عليه بحسب. ده الشيء الوحيد اللي ممكن يخلي المواطن المصري يشعر انه وراه ظهر قوي، وراه سند يقدر يعتمد عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى في الامن الداخلي في مصر. لو ابتدينا او لو فضلنا زي ما احنا ماشيين في بعض الاحيان بنغض الطرف عن اخطاء الحزب الحاكم او من ينتمون اليه وبنحاسب الاخرين، مش هنقدر نوصل للمعادله اللي احنا عايزينها، وهتفضل تضحيات الشرطه والمجهود الضخم اللي بيقوموا بيه لحد دلوقتي المواطن مش قادر يحس ان ده محقق له النتيجه اللي هو عايزها. دكتور ايهاب يوسف، امين عام جمعيه الشرطه والشعب لمصر، شكرا لمداخله حضرتك الكريمه. اتفضل استاذ خالد، بس يعني نحافظ على سرعه نقل الحوار ارجوك. اتفضل. يعني طبعا متفق برضو للمره الثانيه مع معالي اللواء اشرف، ولكن يعني في قضايا يعني واضحه المعالم. يعني لما يبقى رجل الشرطه يبقى فاهم ان عقيدته هي تنفيذ القانون بشكل صارم وحازم، ولا علاقة له لا بقوى سياسية ولا بنظام حاكم، ولا هو مفترض ان هو يحمي النظام، ولا هو حتى مفترض ان يعمل مؤامرة سياسية. هو لا يفكر في هذا، هو يفكر عنده قانون اجراءات جنائية، عنده قانون ضبط، لوائح ضبط، بس دول اللي بينفذه. وطبعا وعنده قانون الشرطه. طيب ازاي نربع بالشرطه عن ان تنخرط في العمل السياسي؟ حضرتك قول لي يعني انه لا توجه الشرطه لحمايه النظام السياسي، وانه ما تتحطش في مواجهه الناس في كل مشكله وكل كبيره وصغيره، ما يبقاش يعني الحلول الامنيه زي ما قال سياده اللواء اشرف تبقى كل حاجه نحلها امنيا بانه اسهل حاجه عندي ابعت شرطه. لا لازم يبقى في حلول سياسيه لكل المشاكل، ويبقى الحل الامني واخر حل، ويبقى الحل الامني يعني يبرز عندما يكون هناك خرق للقانون. بس انا دور الشرطه، انا في اعتصام في مصنع لازم رئيس مجلس الاداره ينزل يتعامل مع العمال ويتكلم معاهم. اسال سؤال انا معلش بعد اذنك هقطعك، بس اسالك سؤال وارجو تجاوبني. لو افترضنا ان سيادتك وزير الداخليه او ضابط في الشارع وجات لك تعليمات انك انت سؤالي اللي انا كنت هوجهه لحضرتك، انا هرد على قول لي لو انت وزير هتعمل ايه ولو انت ضابط هتعمل ايه؟ انا هرد على سؤال حضرتك. لو انا وزير زي ما عمل اللواء احمد جمال الدين هنفذ القانون وادفع الثمن.
لو انا ضابط برضه هنفذ القانون وهخرج للناس اقول يا جماعه انا ضحيه تنفيذ القانون. وانت عايز بس الشرطه هم اللي يبقوا يعني رجاله وجدعان يعني؟ بس انت حضرتك لسه بتقول ان هم رجاله وجدعان يعني والناس كلها بتتفرج. لا مش ناس تتفرج، ما هو لو كان في منظومه انا لسه ما كملتش كلامي. يعني دي هي اللي انا بقول عليها اعاده بناء الشرطه على عقيده مختلفه. انا ماليش دعوه بمن الذي يحكم، لان اللي بيحكم النهارده ممكن بكره يبقى في المعارضه، اللي بيحكم النهارده امبارح كان في السجن وبكره ممكن يرجع السجن وممكن غيره يطلع من السجن يحكم وهكذا. وتداول السلطه يسمح بقوى سياسيه مختلفه انها تبقى موجوده في قصر الحكم. لو احنا خلينا الشرطه تتبع دايما النظام السياسي الموجود يبقى انا النهارده هبقى ولائي يعني انت ترى ان الشرطه فقط تتبع اللوائح والقوانين؟ بالظبط كده. هو عنده قانون اجراءات جنائيه، عنده لائحه ضبط بينفذها، عنده قوانين صارمه بينفذها لا علاقه له، وانا امنه في هذا، انا اديله الامان. هاخد بقى من كلام حضرتك واوجه لسياده اللواء، ماذا لو تم يعني اقحام الشرطه رغما عنها في نوع من انواع الصراعات السياسيه؟ طيب يتصرفوا ازاي؟ اولا انا عايز الشعب يسمح لي عذرا في بعض الاخطاء التي تصدر سواء مني او من الضباط خلال تعاملهم. ليه؟ احنا وارد جدا احيانا لما يكون المشهد مرتبك تحدث اخطاء، لكن لو انا قالوا لي انا وزير داخليه وكلفت ببعض الاعمال، هعمل حته اسمها الموائمه كويس في تنفيذ هذه التعليمات علشان اقدر اعمل يعني حفاظا على العلاقه بيني وبين الشعب اللي انا منحاز اليه، تمام، وبين السلطه اللي وارد ان يكون بعض التكليفات وارد تكون خارجه بره اطار اتجاهاتي الشخصيه، لكن انا احمل رساله قبل ما احمل توجهات معينه. فاذا الضابط مغلوب على امره، عشان تبقى سيادتك متاكده وعارفه كويس جدا ان الضابط بينزل دلوقتي من البيت ويمكن اهله بيسلموا عليه وارد انه ما يرجعش كويس. حجم الضباط اللي هم استشهدوا والافراد اللي استشهدوا خلال الفتره السابقه من خلال احنا يمكن الشرطه من ساعه الثوره لحتى ودينا هذا المؤسسه المستهلكه الوحيده على مستوى الجمهوريه، تمام، والتي يطلب منها جنائي وسياسي وامني واجتماعي واقتصادي وكل الكلام ده. ومع ذلك انا عشان خاطر ردا على الجزئيه بتاعت ان انا مفترض لو كلفت بعمل ان انا اواجهه اعمل زي ما عمل سياده اللواء احمد جمال. على فكره اللقطه اللي اتخذت على سياده اللواء احمد جمال مع احترام شديد لسيادته، لان انا شايف انه من الناس المحترمين جدا جدا، لكن اتخيل انها حدثت في توقيت كان لابد ان يحصل الكلام ده، تمام. وكان حتى لو احنا بنفصل المشهد لدرجه ان الشرطه تركت الموقع والحرس الجمهوري ترك الموقع في نفس التوقيت، اذا كان في محصله نهائيه ان الحجم الطيار قيس. ليه؟ لان في حاجه كانت في كليل ودمنه اسمها يعني من اين اتتك الحكمه يا من راس الذئب الطائر، ودي حصلت لما شفناها في احداث 28 يناير. خلاص اتعلمنا من الدرس كويس. لكن في المواجهات اللي هي قر وفر اللي انا لا اؤيدها اطلاقا، القر والفر دي بتستهلكنا نفسيا قبل ما تستهلكنا كمان ماديا أكيد. كويس. احنا عايزين نقول حاجه وعايز اخاطب برضو مره اخرى الشعب. الشرطه تنحاز يقينا للشعب بغض النظر عن المغالطات اللي هي موجوده على الساحه او الاخطاء الفرديه او حتى الجماعيه القانون او اي حاجه. لكن انا عايز اقول سيادتك حاجه، انا لو انا انحست للقانون في حاجه اسمها الريد لاين اللي لو تجاوزه لازم ملوش ديه كويس. ده في كل دول العالم مش عندنا بس يعني، لكن لا نستخدم هذه الاليات. حتى من الياتنا مفترض ان هو حتى في التظاهر لو قرب لمسافه معينه يبقى في ضرب يتدرج كويس، لكن لا، احنا بنؤثر على نفسنا، وكثيرا من الضباط يضربوا بالخرطوش وكثيرا من الضباط يؤذوا. وخلي بالك الغاز بيأذي الضباط اكتر ما او الافراد اكتر ما بيأذي حتى المتظاهرين. ومع ذلك احنا عايزين نحافظ على بلدنا، احنا عايزين نوجد اللحمه او التماسك، لان لن يتحقق الامن اطلاقا الا بطرفيه الشعب وفرد الشرطه.
طيب. اذا انا فاضل لي 3 دقائق عايزه اقتسمها بين حضراتكم. بس انا عايزه اقول حاجه بس. سياده اللواء احمد جمال الدين يعني له حق الرد، وتليفوننا مفتوح في اي وقت تعليقا على اي من ضيوفي الكرام بعد ذكر اسمه وهو غير موجود معنا. لا احنا بنحترمه وبنحبه ولا جدال، ولكن اذا كان يريد المداخله طبعا الحب على فكره يعني. طيب انا فاضل لي 3 دقائق، فارجو الالتزام بان كل من ضيفي له دقيقه او نص. فالحل حتى يستطيع الجيش الشرطه والشعب التعامل سويا ونعبر المرحله اللي احنا شايفين انها زادت قوي. يعني تخيلنا انها قد تكون مرحله يعني قصيره الامد، ولكن الموضوع ابتدى يطول، ولو استخدمنا التعبير الدارج يبوخ ويسخف من كتر الانفلات اللي موجود. نعدي المرحله دي ازاي؟ ارجوك في اقل من دقيقه ونص. انا شايف الحل هو يعني الغاء الاستخدام السياسي لاجهزه الامن تماما. في امن سياسي يشتغل على الارض من غير ما يتم المواجهه ما بين قوات الامن وبين الجماهير في المواقع اللي على الارض، يعني الا اذا حدث تجاوز للقانون او خرق للقانون او حدثت جريمه. كمثال لا احنا وقتنا مش هيسع امثله. اولا انا متفق مع ما قيل، انه انا فعلا رايي انه الان الشرطه، وانا لا برضو لا ادافع عن الشرطه، وانا من اكثر الناس الذين هاجموا اخطاء وخطايا الشرطه في الماضي والتعذيب والانتهاكات، ولكن الآن أنا أجد أن جهاز الأمن في مصر ووزارة الداخلية والشرطة مستهدفة للإسقاط الكامل حتى يتم استبدالها بما يسمى بلجان شعبية لضبط الأمن وميليشيات خاصة، وربنا يستر. وإحنا شفنا لسه أول امبارح الملابس العسكرية اللي كانت مهربة إلى قطاع غزة واتقال إن يتعمل بها ملابس أطفال، ويطلع حد من الإخوان المسلمين عشان يرد على هذه الجريمه ويدافع، يقول لك اصل دي كانت معموله رايحه لغزه عشان يعملوا بيها ملابس اطفال. يعني اقمشه الجيش المصري تهرب الى قطاع غزه ويقول يعني حضرتك ترى الحفاظ على الشرطه حتى لا يتم اسقاطها. طبعا هل في نقطه اخرى لان الوقت عدم استهداف جهاز الامن الان من اطراف سياسيه لاسباب سياسيه، وانه الشرطه تنأى بنفسها. على فكره الدستور اللي تم اقراره رغم ما كل ما فيه من بلاوي موجوده، لكن بيقول ان ولاء الشرطه للدستور والقانون. نعم. انه يجب على وزير الداخليه ان يطبق هذه الماده الخاصه بالدستور، وان يكون ولاءه هو ورجاله للدستور والقانون. لو هو عايز ياخد دقيقه ونص اتفضل يا فندم. اتفضل. انا بس انا علشان كلامنا يبقى منطقي ويبقى موجه للي هيسمعه. نعم. لان لما انا اقول طبق الدستور والقانون يبقى انا بهرج بقى، تمام؟ لان في ناس عندها ودن من طين وودن من عجين، ومتفقين احنا على المبدا ده. اذا انا اخاطب مين؟ انا اخاطب الشعب المصري اللي هو عنده القدره والاليات. اتفضل. الشرطه منحازه لكم، تحملوا الاخطاء التي تحدث ان كانت قليله او كتيره ايا كان وتبر، علشان نمر من الازمه. في حاله اسمها حاله بنمر بيها اسمها حاله الخديعه، وحاله الخديعه واضحه جدا حتى في القماش اللي كان بيعدي علشان يحصل خديعه. احنا في مشهد عبثي مقصود بان احنا نحصل خديعه بين الشعب وبين مؤسسه زي الشرطه. لما نيجي نتكلم بالامانه بتاعت ربنا بيننا وبين شعبنا اللي احنا بنحبه او وطننا اللي احنا فعلا بنحبه وبنعشق ترابه، بنقول للشعب المصري الشرطه واقفه معاكم ولن تترككم اطلاقا، بس محتاجينكم انتوا معانا. ما تخلفوش المرور، حاولوا بقدر الامكان يطلع منكم مجاميع تساعد معانا، مش لجان شعبيه منظمه. لا يعني احنا عايزين الشعب كله يتكاتف ويتعاطف مع الشرطه علشان نقوم بدورنا في حفظ النظام وانضباط الشارع المصري. وهو ده حلم الوطن، حفظ النظام وانضباط الشارع المصري، وان احنا نعيش في امن وامان، وان جهاز الشرطه يقف تاني على رجليه، ولكن طبعا بلا تسييس بطريقه او باخرى. ضيوف الكرام النهارده شكرا لوجودهم معانا، اللواء اشرف امين الخبير الامني، شكرا لوجود حضرتك معانا، والاستاذ خالد الكيلاني الكاتب والصحفي والمحلل السياسي، شكرا لوجود حضرتك معانا. مشاهدينا ان شاء الله نقابلكم يوم الاثنين الجاي وحلم جديد من احلام الوطن. السلام عليكم ورحمه الله.